دكتور فهد الخنة تفضل. شكرا لك الرئيس. كذلك ما تفضل به الأخوة حول أن هذه القيود بما يتعلق بالمساس أو الحملات الإعلانية على الدول الأخرى أو غيرها من القيود هي أيضا تحت نظر القضاء الكويتي الذي يقدر الأمور بقدرها ويقدر كذلك مدى الضرر. والحقيقة أنا أؤيد ما تفضل فيه أخوي فهد الميع حول قلة الغرامات التي تفرض على التعدي على يعني الذات الإلهية أو حرمات الآخرين. وفعلا كلامه مثل ما تفضل، ربما يأتي رئيس تحرير الصحيفة أو صحيفة تقول أنا هذا خصمي يبقى كم كلفته 20,000 دينار بحطمه بطلع عليه 1000 إشاعة بقعد الوقت في أوقات مثلا أتكلم عن الناس السياسيين مثلا أيام انتخابات أتكلم بصراحة تأتي صحيفة أعلى سقف غرامة كم 20,000 خلاص تحطيم هذا الرجل 20,000 دينار أعطيه شيء خير يروح تعويض مدني يقعد فترات طويلة على ما يأخذ التعويض المدني. فأنا مع أن تكون إذا كان في إساءة في افتراء تكون العقوبة مغلظة وعقوبة شديدة وغرامة يعرف الإنسان غير الحبس. أنا أرجو أن لا تلغى عقوبة الحبس. في ناس يا أخوان عندهم فلوس وايد ما يهمهم سمعة الناس ولا حرماتهم ولا عرضهم ولا شرفهم، فلوسهم وايد مستعدين يحطمون الآخرين بالفلوس. إذا قال في حبس يعرف أنه راح ينقط بالحبس إذا تعدى على حرمات الناس والآخرين وافترى عليهم كذب كما هو يحصل أحيانا. ولا يعني ذلك التعميم على أخواننا الصحفيين، لكن تحصل أحيانا نوع من الافتراء والكذب وتسليط الصحيفة بحملات لتشويه سمعة الآخرين. فأنا مع تشديد العقوبة والغرامة وعدم إلغاء عقوبة السجن. شكرا لك الرئيس.